تبيض معايا قبل ما تاخد اللون البني، هنزل بمعلقة توم. معلقة التوم بتخلي المكرونة طعمها والله تحفة. جربوها بالثوم كده وقولولي رأيكم. هنقعد نقلب كده المكرونة مع الثوم، ونفضل نقلب لحد ما المكرونة كلها تتحمر وتاخد اللون الأحمر، ويكون الثوم كمان معانا اتشوح. بس ما نحطش الثوم في أول ما نحط المكرونة علشان ما يتحرقش. هي لما المكرونة تبتدي تتحمر وتاخد اللون الأبيض قبل التحمير، ننزل على طول بالثوم، ونفضل نقلب متواصل متواصل، ما نشيلش ايدينا خالص علشان المكرونة ما تتحرقش. وبعد كده هنحط مكعب مرق، برضو مكعب المرقة ده هنقلبه علشان يدوب معايا كده ويدي طعم للمكرونة طول ما هي بتتحمر. الثوم ومكعب المرق وهما بيتحمروا كده مع المكرونة بيخلي المكرونة تسحب جدا الطعم بتاعها، غير ما بيتحطوا في الآخر. وهنضيف التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، وبرضو هنقلب. احنا مش هنشيل ايدينا زي ما قلتلكوا على طول من التقليب، هنفضل نقلب باستمرار لحد ما المكرونة تتحمر معايا. واول بقى ما تاخد اللون الاحمر بتاعها كده، نبتدي نحط الفلفل الالوان بتاعنا. بحط فلفل اخضر وبحط فلفل اصفر، بقطعه مكعبات صغيرة، وبعد اي حاجة بحطها بقلب على طول، وبحط على طول بعد كده الفلفل الاحمر معايا. كده حطيت توم ومكعب مرق الدجاج، وبحط كمان الفلفل الالوان اخضر واحمر واصفر، ولو عايزة تحطي فلفل حراق طبعا ضيفيه. وهحط معلقة كبيرة صلصة طماطم. صلصة الطماطم اللي هتدي للصوص بتاعنا لون بني بسيط كده. دي التركية اللي بتخلي المكرونة معايا لونها بني والصوص بتاعها لونه بني. هنقعد نقلب كده ونشوح كل حاجة علشان خاطر المواد الحافظة في المكرونة اللي في الصلصة ومرقة الدجاج كله يتبخر. بنقعد نقلب كده، وبعد ما بتأكد ان كل حاجة اتشوحت والصلصة معايا دخلت كده تغلغلت في قلب المكرونة كلها، هبتدي ان انا اضيف ايه بقى، الشوربة بتاعتي. المكرونة المحمرة لازم نحط لها شوربة، كل ما الشوربة يكون طعمها حلو كل المكرونة بتاعتك هيكون طعمها حلو. يعني لو عندك شوربة لحمة هتكون المكرونة طعمها في حتة تانية خالص. طبعا شوربة الفراخ مش هتقول لا، بس احنا كل ما نحط الحاجة شوربتها احلى